يبقى احنا كده بدأنا نقول ان احنا عشان اول حاجة ندور العربية. قبل ما ندور العربية بنبص على الفتيس بتاعنا، نلاقيه في المور. لو واخد غيار برجع الفتيس بتاعي للمور، وضع المور عشان العربية ما تنطش مني. لان لو انا دخلت ولقيت العربية واخدة اي غيار تاني، غيار تالت، غيار رابع، اي غيار في العربية، بيبدأ لو انا دورت العربية بتنط مني، لو في حاجة قدامي هتخبط فيها. وطبعا انا اول حاجة بعملها قبل ما ادور او قبل ما ايدي تيجي على الكونتاكت ببص على الفتيس، لقيته واخد غيار برجع الغيار على المور، لقيته منور خلاص يبقى انا كده في الامان. ابدأ افتح كونتاكت بتاعي وابدأ ادور العربية. العربية بتدور معايا كل امان، مفيش نط ولا في اي حاجة. ليه؟ لان العربية واخدة وضع المور. تمام كده؟ طيب انا دلوقتي عايز ابدأ اطلع بالعربية. بمسك دبرياج برجلي الشمال. طبعا ضغطة الدبرياج لازم تبقى للاخر، ما ينفعش ان انا اضغط نص ضغطة او اضغط ربع ضغطة او لا، لازم للاخر. لازم اجيب الفصل للاخر، لان لو ما فصلتش التروس دي هتزعق مع بعضها، فلازم اضغط للاخر دبرياج. تمام. طيب انا دلوقتي ضغطت دبرياج للاخر، اجيب الغيار الاولاني. تمام. اطلع ازاي بقى؟ بنزل فرامل اليد بتاعتي. اطلع ازاي بقى؟ انا المفروض ان انا هنعتبر ان انا جبت الاولاني، عشان طبعا